حي حي دور الاهلي جاي. انا مش هقول لك غير كده. فيطلع واحد يقول لي انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ ده حلو قوي انك قلت كده. اقول لك يا ابني ما تهدى، اسمع الجمله الاخيره. حي حي دور الاهلي جاي، يعني الاهلي هيلعب بكره. دوره جاي يعني هيلعب بكره مع جرماهيا. ده اللي انا اقصده. اسمع بقى عشان الكلام اللي جاي ده مهم قوي. اولا كابتن جمال حمزه جاله اكتئاب، يعني هو قاعد في الاستوديو مكتئب ومش شايف حد وعمال يقول لك خلاص هنقول ان هي بروفه جيده. بروفه جيده لايه يا كابتن حمزه؟ احنا كنا عملنا بروفه في اي محل بدل احسن من اللي بيحصل ده يعني بكتير قوي. بقى ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يعني انا عايز اعرف ايه ده. حد يقول يا جماعه احنا محتاجين نعمل خير كتير قوي. اسمع بقى مني بقى، سيبك من اصل فني ايه؟ فني ايه بس وزفت ايه؟ ولا فني ولا تقني ولا تكتيكي ولا حيكي ولا مفيش حاجه، مفيش حاجه تقولها. اسكت. احنا محتاجين نعمل خير. حد يقول لي ما الناس كلها محتاجه تعمل خير. هو انت ايه يا ابني؟ اقول لك لا ماشي، الناس كلها محتاجه تعمل خير، ده وضع طبيعي، لكن بالاخص احنا الزملكاويه خير ودعوات وما تفوتش فرض وزكاه وصدقه وبوس ايد امك ورجليها. يلا بقى خد عندك بقى كل الاعمال الصالحه الاسبوع ده. وطبعا يا ريت لو يبقى على طول، بس نكثف الدعوات ونكثف الاعمال الصالحه الاسبوع ده. كثفوا. انا عايز الاهلي دلوقتي، عايز الاهلي دلوقتي، مش هستنى المباراه السوبر. انا ما بقتش اخاف. انا بهزر معاك يا ابو الصحابه، وهكون خدت الكلام بجد يعني. في مباراه السوبر بالراحه يا ابو الصحابه، عايزها وريد مش عايزها عضل بالله عليك. مش فاهم يا ابو الصحابه، في مباراه الزمالك والبوليس الكيني ذهاب وعوده، ايه التشكيله دي؟ هو احنا في الموسم اللي فات ايه دي؟ نفس الاشكال. هو اتشال حسام عبد المجيد، حمدت ربنا. جالي الديلر الاستاذ الزناري. ايه الحلاوه دي يا حلاوتك؟ الاصطفى فيستك. ايه يا استاذ زناري؟ ايه تحديد نسل؟ ايه دي؟ نفس التغطيه بتاع كاس مصر، فاكرها؟ ما انت خرجتنا منه. اشوفك والح. لا بس الحمد لله بالصحاب دي ما جاتش جون. في جون جه بقى في الزمالك، البوليس الكيني جابه استاذ الزناري ودهم جه، والرجاله اللي في المنطقه واقفين، الراجل بيجيب جون. مساء الفل يا عينك. طب واحد يجيب الكوره، بيعزموا على بعض بالاصطفى. مش هنقبض عليهم بقى مع البوليس اهو، اقبضوا عليهم بقى وخلصونا منهم. ولا بقى مصطفى شلبي يا ابو الصحاب كان النهارده عامل حلاوه. مش حلاوه في المباراه دي، كوره بس مثال بسيط لمصطفى شلبي كان بيصطاد حمامتين يعني. يا مصطفى شلبي عامل ايه؟ اخبارك؟ الحلاوه كويسه؟ الجلسات الليزر مواظب عليها؟ يا رب تكون كويس والله. اقلع رقم 7، لبست رقم 7 ده لو كريستيانو عرف هيبطل كوره. استاذ مصطفى شلبي اعتزل في مجدك، كفايه كده. لا والمشكله كمان يا ابو الصحاب، اخلص من ناصر كبده وسامسون فخده، يجي لي سيف قصافه. هاي عامل ايه يا قصافه؟ يا رب تكون كويس. انت قاعد فاضي بتعمل ايه؟ ايه ده؟ انت عايز تجيب جون وكده يا قصافه؟ روح ارفع قضيه على نادي الزمالك يا ابني علشان تاخد فلوس. اطلع يا قصافه على بلدك وما اشوفكش، وفلوسك هتجيلك لحد عندك، وبطل كوره انا تعبت منك. واحد هيسيب بقى كل الكلام اللي انا بتكلم فيه وهيجي يقول لي يا خفاجه ما احنا كسبانين 2. احب اقول لك يا ابو الصحاب، لو انت بتتفرج في عالم موازي يعني، الجون اللي احنا جبناه مجهود فردي من عمر جابر، ما فيش جمله جزء ميزه. هي اصطفى الفيستك بتاع الزناري ده عارفها، واقف ميتر عمر جابر من الجول للجون، عرضها لزيزو جبنا جول. الجول الثاني بقى اتقطعت في جوه في ال6 يارده، ناصر ماهر جابها جون. دي الجونين اللي احنا جبناهم. اما على ارضيه الملعب الله يا ابطال، هم دول الوحوش، لعيبه رجاله بسم الله ما شاء الله. قولوا بسم الله ما شاء الله ومش عايز حد يحسب. دفاع 10/10، خط وسط 100، هجوم 10/10. الجمل والخطط والتكتيك واللعب والاداء، ايه ده؟ ايه العظمه دي يا زمالك؟ هو مش ده اللي جمهور الزمالك عايزه ولا انا وسعتها قوي ولا ايه؟ يعني حد يقول لي في الكومنتات يا جماعه لو وسعت يعني قولوا لي. بس انا يعني احنا كسبنا يا جماعه، احنا صعدنا يا جماعه لدور المجموعات ولازم كلنا نفرح. وايه تاني؟ وايه تاني؟ ده انا لا شايف دفاع ولا شايف خط وسط ولا يعتبر هجوم ولا في جمله واحده بنعملها. ده هم بيقسموا علينا. شفت الجون اللي ضيعوه؟ اقسم بالله تكتيك، كانك بتلعب الشرطه الكيني من مانشستر يونايتد ولا من الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا هو في ايه يا جماعه؟ هو ده نادي الزمالك؟ بس عايز اقول لك على حاجه، احنا ممكن نكون بننيمكم. خد بالك بقى، خد بالك. وعايز بقى الهتافات اللي في الاستاد في السوبر مستنيك. بحلم بيك، انا بحلم بيك، وفي السوبر مستني. ما هو استحاله يا جماعه. يعني بص اقول لك على حاجه، ضحكوا علينا وقالوا ان الرطوبه عاليه والدنيا بايظه والملعب وحش وبنلعب الساعه 3 في عز الشمس.
وصدقناهم، وراح جاي الاهلي تاني يوم على نفس الملعب وفي الشمس وفي نفس الرطوبه، راح واكل الفرقه التانيه على دماغها. قلنا لا، ممكن اليوم ده يكون متغير، الاهلي بيعمل اجواء حلوه واحنا لا. قلت يا عم مش مشكله، صدقوا هيجولنا هنا في مصر قسما بالله مش هنعتقهم، هيجولنا هنا في مصر هننفخهم. لا يا جماعه انا خايف من الاهلي، يا جماعه انا خايف من الاهلي. اللعب ده قدام الاهلي في السوبر الافريقي اقسم بالله هنشيل قبح، هنشيل قبح. ده كارثه. البوليس الكيني ده فرقه ما حد سمع عنها في طبق اليوم، تعمل فيها كده وتجيب فيها هدف على ارضي. والمفروض دي بروفه منيله بنيله قبل ماتش الاهلي في السوبر الافريقي. حرق الدم وخلاص، الواحد مش عايز يتكلم بقاله فتره، وما بيعملش فيديوهات بقاله كام يوم، ومخنوق ومستنين. قلنا الزمالك بره ارضه، وقلت لك الاهلي مسك جرمايه نفضها، وطلعوا الناس اللي هم اللي عندهم مرض في عقلهم وعاملين نفسهم زملكاويه، يقول لك انت بتهاجم الزمالك، انت بتطبل للاهلي، انت متزاملك. يعني ده اداء اروح العب الاهلي بيه بالسوبر الافريقي، اخد على وداني 5-6 ارجع بفضيحه من السعوديه. الشرطه الكيني تعمل فيها كده، دي فرقه تعمل فيها كده على ملعبي، الله يقرفكم. ونفس الفلينه غزل المحله وحاجه تقرف منك لله يا جوميز. الزمالك زفت، الزمالك النهارده وحش قوي قوي قوي، واي حد يقول غير كده بتاع بطاطا، لا ليه في الكوره ولا يفهم في الكوره ولا يعرف حاجه عن الكوره، وبينافق نفسه وضميره. ده اداء، ده منظر، دي كوره. فرقه زي دي زنقانه في المنطقه ربع ساعه مش عارف اطلع منها، وبتعمل جمل تكتيكيه احسن مني وبتجيب فيها هدف. بضحك والله العظيم، والله العظيم بضحك بجد. هتقول لي بتضحك على ايه يا اسطى؟ يا اسطى انت هتخسر 3 هتخسر 5 من الاهلي. اقول لك والله مبسوط، انا والله العظيم انا فعلا مبسوط، انا بضحك بجد. انا كل ما افتكر ان انا اخيرا هخسر من الاهلي ثلاثيه خماسيه بس من غير قضيه امام عاشور او قضيه قفشه، دي في حد ذاتها حاجه مفرحاني جدا، دي في حد ذاتها حاجه جامده جدا، انا مبسوط بيها اساسا. انا ايه اللي يخليني، ايه اللي يجبرني ان انا اقعد لحد ده 85 86 بعافر وبجاري الاهلي وبلعب هجمه بهجمه وكوره ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر عارف ان انا هاخد القضيه؟ لا، انا كده داخل الماتش عارف ان انا واخد خماسيه واخد ثلاثيه واخد رباعيه، فالدنيا رايقه بالنسبه لي، فحقي ان انا اضحك. اي نعم، كان نفسي يتقال لي السوبر غيرك، كان نفسي يتقال اخيرا السوبر غيرك يا ريس، بس هنعمل ايه؟ السوبر مين اللي هيغيرني؟ السوبر هيغيرني معلش بباك يمين ملصمينه بلاعب نص ملعب، والباك الشمال ملصمينه بالباك اليمين اللي هو عمر جابر، والباك اليمين ملصمينه بنص الملعب اللي هو محمد شحاته، وخط الدفاع ملصمينه بالباك اليمين اللي هو حمزه المسوسي، ونص ملعب المفروض ان هو اساسا طالع من المستشفى الصدريه، نص ملعب طالع من المستشفى الصدريه حرفيا مش قادرين يتنفسوا مش قادرين يجروا، ووينج شمال ومهاجم لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده الفريق اللي هيلاعب الاهلي يا جدعان؟ انا بلعب بنص ملعب يا جدعان، يا نهار احمر. انا كل ما افتكر يا جدعان نبيل دونجا، يا جدعان احنا خلاص بقى عندنا مفرش جديد، احنا بقى عندنا مفرش جديد في الفريق، في مفرش جديد في الفريق اسمه نبيل دونجا. لا، والبديل بتاعه المفروض ان هو زياد كمال اللي هو اساسا ما بيقدرش يجري. شخاخ كروي خرا مغلي اللي بيقدمه الزمالك النهارده، منتهى البؤس الكروي والفشل. ده احنا الاهلي هيمسح بكرامتنا النجيله في الماتش الجاي، هيعمل مننا سلايه ويسلك بيها اسنانه. ليه؟ علشان هو ده اخرة الشماعات والمبررات ونظرية المؤامرة والفشل الفني والإداري والفشل في جميع النواحي. بقى دلوقتي بقينا قاعدين بندعي كده يوم الجمعة الجاية ما يجيش ما نشوفوش يوم الجمعة الجاي، يجي الخميس نصبح على السبت على طول، لأن المهزلة والفضيحة اللي هنتفضحها قدام الأهلي هتبقى بجلاجل بالمنظر ده. مبسوطين؟
مبسوطين من نظرية المؤامرة والحجج والنطاعة الكروية. سيبنا الفشل. فين الصفقات؟ فين الروح اللي موجودة في الملعب؟ فين التيشيرت اللي بنلعب بيه؟ بنلعب بتيشيرت مين؟ بنلعب بتيشيرت نادي الطموح. نادي الطموح اللي خد مننا المركز الثاني، اللي خد مننا كل حاجة. خلاص مش هنفوق بقى ونرجع لعقلنا ونشجع الزمالك وبس، ونسيبنا من المصالح الشخصية، ونسيبنا من الكراهية والغل على الأهلي. خلونا اتكلم بقى، خلونا اتكلم وكلامي يوصل لكل الدنيا. خلاص ما بقاش فينا عقل، ما بقاش فينا اي حاجة. خلاص بقينا جمهور بائس، بقينا جمهور بائس. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ وايه اللي احنا بنعمله ده قدام الشرطة المدرسية؟